سيد سيما، قيمة وسيمة وعربيات ليها حكايات، وكمان ليها ماركات، اشي تاكسيات واتوبيسات وعربيات ملكية، وكمان عربية زعيمنا الراحل أنور السادات. صباح الفل، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ ايه اللبس الجميل والطربوش الحلو ده؟ لا دي حاجه جميله قوي. نتكلم شويه معاك؟ ماشي. طيب يلا بينا. انا عارفه ان يعني مش بس حضرتك اخصائي في المهنه دي وعندك اهو ما شاء الله كنز، اقدر اقول عليه الله كنز. يخليك، تحت امرك يا فندم. عايزه اتكلم معاك من البدايه خالص، من تاريخ السينما ومن تاريخ ارتباط حضرتك بالمهنه دي وبالصناعه دي. ممكن نتكلم هنا ولا فين؟ ممكن نطلع فوق ولا عايز بتفرج على العربيات الاول؟ شوف اللي ما شفتيش الاول هنا العربيات الاول. طب تعالى نتكلم فوق الاول. حاضر. وبعد كده ننزل بالتفصيل. اتفضل. حلوه قوي دي. ده عربيه السادات دي. لا لما ننزل بقى. طيب ماشي. اتفضل. 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 اتفضل حضرتك. بص بقى، انا اصلا من ساعه ما دخلت من تحت وانا عايزه اعلق على الطربوش الحلو ده. ما تخليك ده جميل. ايه حكايته؟ انا بكمل الشغل بتاعي اللي هو القديم. طبعا انا بحب الحاجه القديمه وبحب العربيات القديمه والمسلسلات والافلام الحاجات القديمه، وبعتز بالحاجات دي لان انا خد بالك بقالي 43 سنه في الوسط الفني. ده جزء من الاكسسوار يعني؟ كل الموجود في المسلسلات والافلام بيكون الاعمال بتاعتي ان شاء الله، اللي هي القديمه من 43 سنه وانا شغال في الوسط الفني. كانت عن الوالد في الاول؟ لا 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 لا، دي هوايه بتاعتي انا. طيب قبل سيد سيما، وسيما هو الاسم اللي حضرتك مشهور بيه في الوسط الفني. تمام. بالاساس اسم حضرتك كان ايه؟ الدخول في المجال ده كان ازاي؟ الفنان الكبير يوسف شاهين الله يرحمه هو اللي ألقى عليا سيد سيما، عشان لان انا بشتغل كويس وكفاءه في الشغل بتاعي. وهو بقى طبعا اعماله كلها اعمال تاريخيه كلها. نقاني من ضمن الرجال بتاعهم. حضرتك بدات معاه من الاول؟ بدات معاه من الاول طبعا. تفتكر كانت البدايه مع فيلم ايه؟ او اول لقائكم مع بعض؟ انا يعني اشتغلت معاه في الحاجات قديمه، فرنساوي والماني، وعملت داليدا. عملت داليدا بتاع اليوم السادس. وبعدين عملت بي بي سي خد بالك، برضه ده كان انجليزي، عملناه في مصر هنا. وكان معمول في مكتبه، هو مش تبعه هو، بس هو كان معمول في المكتب عنده. جميع الاعمال كلها القديمه كلها التاريخ انا كنت بشتغل مع الاستاذ يوسف شاهين. كنت حضرتك في الاول بتديله ايه؟ يعني كانت عربيات ولا كانت اكسسوارات ثانيه؟ لا عربيات. عربيات بس؟ انا خصصت عربيات بس. جميع العربيات القديمه اللي هو بيحتاجها في الشغل عندي بيجي ينقيها ونقعد مع بعض وبينقي الطلبات اللي هو عاوزها وبديها له. قبل العربيات كنت حضرتك مهتم بايه او كان ايه مجالك قبل العربيات؟ السينما. بحب السينما. تشتغل ايه لازم في السينما؟ لا انا كنت لازم اخش في السينما في الاسبوع مره او مرتين في الاسبوع لازم. بتخش تتفرج؟ اتفرج. وبعدين انا كنت بعتز بالعربيات القديمه الموجوده في السينما، في الافلام طبعا. العربيات كنت ببص عليها بعد كده بدات تشح بعد كده وقلت من السوق خالص. بدات انا اجيبها وبدات انا اطلع العربيات دي اتفرج عليها بنفسي، تبقى بتاعتي انا بقى وموجوده في السينما دلوقتي وفي الوسط الفني. لا في حته واقعه مني هنا. حضرتك بتقولي انه عشقك للحكايه بدات من ان حضرتك كنت بتروح السينما كمتفرج عادي تتفرج. تمام. ويعجبك العربيات القديمه اللي موجوده في الافلام. وبدات اجيبها. بدات اجيب العربيات دي واشتريها واجيبها واصلحها بنفسي. وشغاله في الوسط الفني. حضرتك كان ليك في الميكانيكا او كده، تعرف العربيات القديمه دي تمشي ازاي؟ انا ليه في الميكانيكي وبصلح عربيه بنفسي، ومعايا رجاله بتوعي بيشتغلوا معايا، بس انا لازم اصلح عربيه بنفسي. انا لازم تبقى ايدك فيه. عشان اطلع اللي انا عاوزه. وما احس بعد ما تخلص احس انا عملت حاجه، اطلع العربيه احس انا عملت حاجه. دي ده الفرحه بتاعتي. تفتكر اول عربيه حضرتك اشتريتها؟ اول عربيه اشتريتها كانت اوستون موديل 36، وكانت بتاعه مدير شركه اوستون في مصر هنا، واشتريتها ب 70 جنيه. كانت الكلام ده كان سنه كام بقى لما حضرتك اشتريتها؟ الستينات، في اواخر الستينات. 70 جنيه ده كان كتير عليها ولا قليل؟ طبعا كان مبلغ كبير. 70 جنيه اللي كان بيعمل جمعيه كان بيقول انا معايا 70 جنيه، كان حاجه كبيره طبعا. غني ده. طبعا. بعد كده بقى ايه انواع العربيات اللي حضرتك اشتريتها او بدات فيها يعني؟
عندي جميع الماركات اللي هي القديمه كلها عندي. ماركات طبعا خباك يعني جميع الشركات دلوقتي، يعني في بعد الشركات اتلغت الاسامي دي خلاص. يعني انا كمان اشتغلت في عربيات النقل كمان اللي هي الكبيره، اللي هي الاي سي والليلى والشتاير والبوزينج والعربيات القديمه كلها. اشتغلت فيها، والفاب والحاجات القديمه دي اللي انا اشتغلت فيها الاول. وبالك وبدات بعد كده اشتغل في الملاك كمان. كان وقتها السوق ده او الشغلانه دي ماشيه انه حد يقول انه انا متخصص في العربيات اللي باجرها للسينما او بديها للسينما؟ لا، ما كانش في حد. لا. هو الممثل كان بيبقى معاه عربيته وهو بيشتغل بيها، يعني زي احمد رمزي. كان معاه عربيته وهو بيطلع بيها في الافلام. وبرضه خباك جميع الموسيقى بيطلعوا بنفس العربيات، والعربيات كانت موجوده متوفره في السوق. عربياتهم هم الشخصيه كانت متوفره في السوق. طبعا خد بالك عربيات مقلي طبعا مش موجوده عند حد. بدات انا بقى اخش في الباب دوت اللي هو يعني اسد المكان دوت. كانت حاجه جديده بقى خالص. اسد المكان ده بقى. بدات انا اشتغل في العربيات في الشغلانه دي. حضرتك قلت لي انه دي اول عربيه اللي هي موديل 36. بعد كده الدنيا مشيت ازاي؟ اولا العربيه اللي هي الموديل 36 دي حضرتك جبتها منين؟ يعني سمعت انها مثلا موجوده في مزايد حد عند حد وعايز يبيعها؟ ده المدير بتاع شركه اوستون نفسه كان في مصر هنا. هو المدير؟ واتأممت الشركات دي، اتأممت ايام عبد الناصر. فخلاص بقى بيسيبوا الحاجه وماشيين. بدات العربيات دي خلاص تطلع في اللوطات. ما انا عندي عربيات هنا في الجيش اهي طلع اللوطات برضه. ما جه عبد الناصر يحارب اسرائيل وبدا يسلح العربيات بتاعتنا تبقى سلاح روسي. بدا يطلع العربيات القديمه اللي هي كانت ايام الاحتلال اللي هي الانجليزي والفرنساوي، كانت موجوده في مصر هنا الاول. كان بيحارب بيها وقت 56. نعم، وقت 56 ولا في الاستنزاف بعد كده؟ ما هو يعني هو بدا من 56 بدا يدخل روسيا هنا. وبدا السلاح بتاعه بقى كله روسي. من سنه 65 هو بدا يدخل العجل كله بقى روسي. والسلاح بقى روسي. بدات العربيات دي تطلع لوط. بقيت اشتريها من اللوطات. العربيات ديت موجوده بقى، وبقيت اجيبها اوضبها واجهزها للشغل برضه. ايه اشهر العربيات اللي عند حضرتك هنا؟ عربيات مين؟ انا عندي عربيه اوبرون عجله خشب زي الحنطور كده. عربيه حكايه يعني. وتفتح الشنطه ورا تديك كرسي تاني وكوبرليه. هي تعتبر كلها خشب ومكسيه بالصاج. عربيه تحفه يعني. وسنه 1900. دي لوحه فنيه دي معموله على الايد؟ لا، هي زمان كانوا بيعملوا عربيات كانت يدوي اياميها، كانت ودي يعني ما كانش لسه في مصانع كتير طبعا. هتتجرب حصان طبعا العربيه دي؟ لا، دي موتور. امال ازاي عجل خشب؟ هي عجله خشب زي الحنطور كده. اما الحناطير الملكيه هي عندي هي ده الحصان ده. دخلت بقى بعد كده حضرتك الوسط الفني وكان عندك العربيات دي. مين اول حد استعان بيك غير بقى طبعا استاذ يوسف شاهين الله يرحمه في انه حضرتك تديله عربيات من عندك للسينما؟ بدا بقى القطاع الانتاج طبعا بدا يشتغل. وبقيت اشتغل بالاعمال كل فتره، لان ما كانش طبعا حد بيكتب دلوقتي قصص قديمه مؤلفين. بدات كنت كل عمل اعمل كل 4 سنين اعمل عمل، او كل 4 سنين 5 سنين اعمل عمل. بدات الاعمال كلها بدات تزيد يعني شويه. بدات اشتغل شويه يعني. كنت حضرتك تقرا السيناريو فتعرف انه ده المسلسل ده او الفيلم ده بيتصور في فتره زمنيه معينه فتوفر لها تمام. الموديل بتاع سنتها. ولازم يديله عربيه اقل من الاحداث. يعني كان 50 اديله اقل من 50. ما يعديش ال 50 على حسب المكتوب. وبعد مع المخرج ومع الانتاج ومع الاخراج والممثلين، وبنقعد نختار العربيات مع بعضينا. بيحدد العربيه دي الممثل الشخصيه على حسب الشخصيه طبعا، اللي هو كان باشا او يطلع موظف او يطلع مش عارف ايه. طبعا في كل حاجه في عربيات فقيره على حسب المستوى الاجتماعي بتاعه. في عربيات فقيره وعربيات غنيه. بننقي الشخصيات ديت، بنقعد مع بعضينا وبعد كده بنكتب سيناريو. العربيه هتشتغل يومين، العربيه هتشتغل 5، العربيه هتشتغل 10. وبنكتب الحاجات دي عشان نعرف بعد كده العربيه الراكور اللي بعد كده لما تطلب تبقى جاهزه للعمل. لحد النهارده العربيات دي بتخرج صحيح تصوير وكل حاجه، بس يعني لو عطل فيها حاجه قطع الغيار بتاعتها موجوده ولا صعب؟ صعب جدا. طب تعمل ايه في حاجه زي كده؟ انا بحاول اعمل تعديلات. لو في حاجه موجوده لوكاله البلح كانت شغاله الاول. وكانت في اكسسوارات موجوده بروح اجيبها من هناك. الوكاله طبعا خلاص اتدمرت. ما فيش عربيات طبعا دلوقتي. بدات انا
اعمل تعديلات في العربيات في سبيل الشكل يبقى هو وهو، وبحاول اوضب العربيه تبقى جاهزه للعمل. وبعد ما بيخلص العمل بلاقي عندي عربيتين ثلاثه متدمرين، بدات العربيات دي ابدا اجددهم من تاني واجهزهم عشان يبقى جاهزين لعمل تاني، يبقى انا جاهز للعمل، اي عمل بيبدا بيه يعني شغل تاني من اي حاجه. طيب بص بقى، احنا هننزل طبعا تحت في الكنز اللي عندك تحت ده، ونشوف العربيه ونناقش فيها. بس انا الاول عايز اعرف ايه المكان اللي احنا فيه ده، نقول عليه مخزن عربيات ولا نقول عليه بلاتو تصوير؟ انا عامله بلاتو، وفي الوقت نفسه يعني على قد كده صغير، عامل فيه 2 حي فرنجي وحي شعبي، وعامل فيه دكاكين ومخزن وورشه بمجرى وبتاع، وفي عربيات حاليا دلوقتي يعني. في الفتره دي اللي حضرتك بدات تشتري فيها العربيات القديمه لحد النهارده، كنت حضرتك بتجيب العربيات منين؟ يعني حضرتك قلت لي اول عربيه خالص كان مدير الشركه اللي اتأمم خلاص بيبيع حاجات وماشي. تمام. بعد كده الدنيا مشيت ازاي؟ مزادات بقى ولا؟ لا، العربيات ديت اكترها كانت بتبقى عربيات دي مركونه، بتاعت ناس جاب عربيات ثانيه. بس العربيات دي واقفه على حاجات بسيطه برضه، وقفت نفس الطريقه عطلانه، مش عارف يصلحها، مش لاقي قطع مش لاقي لك اكسسوار. الاكسسوار كان موجود ايام الاحتلال، كان بينزل، كان هم بينزلوا الاكسسوار ده. جم مشوا طبعا، خد بالك ايام عبد الناصر جه بقى اممهم ومشاهم، الاكسسوار بدا ما بينزلش. بدات انا طبعا اجيب العربيات ديت واحاول اجهزها للاعمال طبعا زي ما انت شفت كده، واشتغل بيها. ايه اشهر العربيات اللي كانت موجوده في الفتره دي؟ يعني حضرتك بتقولي انه من 43 سنه، ربنا يديك الصحه والعمر وانت بتشتغل في ده. كان ايه اشهر العربيات اللي كانت موجوده وقتها واللي كنت حريص حضرتك على انك تقتنيها؟ حاسس بقى انها دي قيمتها دي تعيش مع الزمن يعني؟ لا، هو في عربيات اللي هي طبعا معروفه، الرولز رايس طبعا معروفه، دي اللي هي اعلى حاجه، وعربيات اسمها فيراري، وعربيات اسمها باجاتو، يعني في حاجات اسامي كانت. باجاتو دي ايه باجاتو؟ برضه عربيات قديمه برضه، قديمه برضه. طب والعربيات المصري، يعني في العربيه اللي هي نصر دي العربيه المصري دي ما عندكش منها؟ اللي هي رمسيس الصغير ده؟ رمسيس، ايوه، موجوده في المدينه عندي هناك، مدينه الانتاج. حضرتك عندك مخزن في المدينه؟ ليه جراج في مدينه الانتاج، عملوا لي جراج هناك، وعربيات موجوده في مدينه الانتاج للتصوير. ايه اللي موجود هناك؟ كميه عربيات برضه، يعني موديلاتها ايه؟ يعني بيبدا برضه من 60 لغايه سنه الثلاثينات موجود هناك في المدينه. حضرتك قلت لي ان جزء من المساله انه بيكون انا مثلا عندي عربيه ومش لاقيه قطع غيارها، فبالتالي خلاص هتصرف فيها. ساعات يتعمل مزادات مثلا لعربيات قديمه؟ لا، بتبقى ساعات صاحب العربيه ما لقاش حاجه بيركن العربيه، لا اما في الفيلا جوه، لا اما طلعها بره قدام الباب وسابها عطلانه. بطاريتها انا بقى خلاص، هو كان جاب عربيه ثانيه، بس العربيه دي عايز يخلص منها، بيشتريها بقى، هيبقى كانت رخيصه، عربيه ب 70 جنيه 80 جنيه ب 100 جنيه على حسب الظروف طبعا اللي بيبيع لي. ايوه، وهو طبيعي عاوز يتخلص منها، اللي هو عاوز مش عاوز فلوس، هو عاوز العربيه تمشي قدام منه خلاص. حاج سيد، في عربيات حضرتك بتشتريها من بره؟ طبعا. في عربيات من دي مثلا مستورده؟ يعني اكثر عربيات طبعا شاريها بتاعت ناس. الناس كانت عندها عربيات بتاعتها زمان، كانوا بيركبوها. في شخصيات مشهوره كده حضرتك اشتريت منهم حاجه؟ عندي عربيه السادات. عربيه السادات دي حضرتك جبتها ازاي؟ دي خدتها من واحد لواء، عشان كان ممنوع حد ياخدها يشتريها، عشان العربيه ما تتهنش، عشان رئيس الجمهوريه عربيته ما تتهنش. واحد لواء، يعني هو بعد اغتيال السادات واحد لواء خدها، وبعد كده انا خدتها اشتريتها منه بعد كده. ومين تاني؟ عربيات مين تاني؟ وعندي عربيه اسماعيل ياسين، وعربيه عبد السلام النابلسي، وعربيه يحيى شاهين. العربيات دي بتخرج موجوده هناك دي الاغنيه السوداء دي؟ الاغنيه دي. دي عربيه والعربيات دي بتخرج للشغل؟ بس القدام بقى اللي هم والاتوبيسات الكبيره والحاجات دي ده لسه هوظف فيه، يعني لما يجي يعني دوره هوظفه، ابدا اشتغل فيه. لكن حضرتك اصلا جايبهم منين؟ شاريهم، في عربيات واخدها لوط. يعني الجيش، عربيات الجيش والاتوبيسات دي عربيات جيش؟ دي اتوبيسات جيش؟ لا، جيش النقل الكبير ده جيش اللي هناك دول. ده كان موجود من سنه 48 ومن سنه 30 كان بينحارب بيه. طب والعربيات البيضه دي حناطير ملكيه مكشوفه، ملكي. ده انجليزي، وفي الحنطور الثاني ده فرنساوي، واللي ورا الثاني الاحمر ده فرنساوي، والاحمر الثاني ده انجليزي، والاثنين دول اللي هم طب دول جبتهم منين؟ شاريهم برضه، شريتهم تعبانين ووظفتهم وجهزتهم للشغل. ينفع اسال حضرتك عربيه زي كده في الزمن ده النهارده تشتريها بكام؟ لا، دي حاجات يعني بتبقى غاليه ودلوقتي، وبعدين بتاخد مجهود جامد عشان تتوظف وتتجهز، يعني مش عربيه سهله يعني. بس بتاخد شغل جامد يعني. لكن دي عربيه هتجيبها منين؟ المفروض انها عربيه ملكيه يعني. يعني دي العربيه الحنطور ده، والحنطور الملكي دوت. ده بوابه الحلواني اتوقف المسلسل 6 شهور عشان ما فيش حنطور ملكي.
لو ما حبوا خد بالك جابوا موافقه ياخدوا حنطور من المتحف القلعه، بتوع المتحف رفضوا يطلعوا الحنطور للاستاذ ابراهيم الصح، قال لك عشان ده اثار ولو طلع بره هتتكسر وهتتهان، ورفضوا يطلعوا. المسلسل وقف 6 شهور. بدات انا العربيه دي كانت عندي تعبانه، بدات اوضبها وجهزها وجهزتها للعمل عشان يشتغل فيها بوابه الحلواني. يعني حضرتك لما اخدت دي في الاول كنت واخدها علشان بوابه الحلواني ولا كانت عندك من قبل كده؟ كانت عندي من الاول بس كانت تعبانه، وبدات اوضبها. جه الاستاذ ابراهيم الصح وقال لي انقذني واعمل لي العربيه دي. لان المسلسل كان واقف فعلا. ايه تاني اشهر المواقف اللي حضرتك مريت بيها في السينما او في الدراما التلفزيونيه مع فنانين مع مخرجين في العربيات بتاعتك؟ بيحصل كتير مواقف طبعا، بس انا ابني ايمن بقى ممكن يكمل مع سيادتك وهو يشرح لك برضه عشان هو بيطلع في التصوير. ايمن مع حضرتك بقى هو اللي بيطلع دلوقتي. يطلع خد بالك. تمام. ايوه اتكلم الاستاذ يطلع مع سيادتك ويحكي لك على كل حاجه. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ تعبك معانا شويه؟ لا مفيش تعب. تعبتك معانا؟ ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه والعافيه. وزي ما بقول لك ده كنز والله. الله يخليك. وحضرتك في حد ذاتك كنز حقيقي. تشرفوا اي وقت. الله يخليك، اتشرفت بيك وهكمل مع ايمن بعد اذنك. كتر خيرك. شكرا. اتفضل. انا هاخد ده البس. ماشي. يلا السلام عليكم. اتفضل. يلا يا ايمن. عايزه ابتدي منك انت شخصيا. كل الاطفال الصغيرين يعني بيبقوا لسه صغنطاطين كده في السن، يعني بيلعبوا كوره في الشارع، يلعبوا بلعبه في ايديهم في البيت. انما انت نشأت في جو مختلف شويه، في جو فيه عربيات والوالد في الوسط السينمائي وبتاع. اتعاملت مع ده ازاي؟ دخلت معاه في الحدوته من بدري ولا الايام دي بس؟ لا بصي، طبعا كلنا بنعيش حياه الطفوله عادي طبيعي جدا وبنلعب وبننزل وكل حاجه، بس كنت باجي في الاجازه بقى في تصوير بقى وممثلين، واحد بيبقى فرحان بقى رايح يشوف الممثل الفلاني، يشوف المسلسل وهو بيتصور، فكنت بروح معاه وانا صغير اتفرج. لحد بقى ما ابتديت اكبر بعد كده. لا استنى لسه صغير قبل ما تكبر. شفت مين في الفتره دي؟ حضرت تصوير مسلسل ليه؟ الفنان يحيى الفخراني. حضرت تصوير زيزينيا. يا سلام. حضرت بس زيزينيا ده بقى كله كله من عندنا عربيات قديمه. حضرت ايه تاني؟ حضرت فيلم جحيم تحت الارض بتاع استاذ سمير صبري وعايزه ابو عوف ورغده، وكان اخراج استاذ نادر جلال. وحضرت ايه تاني زمان. طب ده بالنسبه للوكيشنز بتاعت التصوير. لكن هنا يعني في المكان بتاعكم او في البلاتو بتاعكم كنت بتدخل العربيات دي، كنت بتلعب، كنت بتحاول تعرف العربيه دي بتشتغل ازاي، تدور تاخد المفتاح من ورا بابا. احكي لي كده. لا ده ما رحت بقى في المدينه هنا. المكان ده مش بقاله كتير، المكان ده بقاله حوالي 4-5 سنين. الاول بقى كنا عندنا في الهرم. كنت بروح بقى مع الصنايعيه وبتاع، هما بيجهزوا العربيات عشان يروحوا التصوير. كنت بقى اقعد العب وادور وابتدي اتعلم سواقه. خبطت عربيه مره عادي يعني. في الشغلانه بتاعت الوالد واللي حضرتك بقى يعني دخلت فيها بعد كده، ايه اكتر حاجه شدتك في الشغلانه دي؟ والله اول حاجه شدتني العربيات نفسها. يعني تحسي ان العربيه كده ليها شكل، يعني في ذوق، في كلاسيكيه كده، تحسي ان العربيه تحفه، تحبي تتفرجي على جمال العربيه. هي اصلا عايزه اقول لك انه العربيات دي شكلها احلى من بتاعت دلوقتي. يعني انت عارفه العربيات دي دلوقتي ساعات بتطلب مني كمان افراح. العريس والعروسه بيحبوا يتزفوا في عايز حاجه زي كده يعني. تمام، بتبقى شكلها حلو قوي في الفرح غير العربيات الجديده موجوده. بيبقى عايز حاجه مش موجوده مختلفه. عايز حاجه شكلها واو كده يخش بيها. اول عربيه شدتك وحسيت ان انت نفسك تركبها وتمشي بيها في الشارع ويعني؟ في عندنا عربيه اوبرون موديل 1900. العربيه دي الجنط بتاعها خشب، يعني بدل الجنط الحديد دوت خشب وعليه كاوتش. الوالد قال لي على دي وانا مش فاهماها. هي دي احلى عربيه عندنا. يعني انا بحبها. الوالد قال الجنط بدل ما هو حديد كده ده خشب عروق زي الحنطور وعليه كاوتش عادي زي ده. فبيتحرك عادي. تمام، بس الجنط نفسه خشب. العربيه اصلا الاول كانوا بيعملوا عربيات خشب وبعد كده يكسوا عليها صاج. يعني كان القوايم والاساسيات بتاعت العربيات كلها خشب، غير العربيات. بعد كده بقى ابتدوا يعملوا بقى قوايم حديد والكلام ده. هي عشان موديل 1900 فكان كله خشب. ولسه لحد النهارده بقى كده لحد موجوده، بس احنا بنحافظ عليها بقدر الامكان. يعني بتطلع تصوير بقى ولا انت بتبقى خايف عليها؟ لا بصي، بنطلع بيها قليل. حاجات يعني اللي هي طالعه حافظ عليها، بتطلع على ونش، بتنزل على ونش، ما بتتحركش كتير. دي معامله خاصه. ده انا فاكراها هي دي هتمشي في البلد لحد ما تروح. ما احنا ممكن نمشي، تاخد مطب جامد، حاجه اتكسرت بتاع، قعدنا بالعربيه مشكله. ما ينفعش. طيب عربيه زي دي مثلا احكي لي بقى تاريخها، دي موديل كام، مين ركبها؟
لا العربيه دي عماد حمدي هلاقي طالع العربيه دي ستايل العربيات اللي هي احمد رمزي زمان في الافلام. ايوه في الجو. خدت الطربوش. يلا بينا. العربيه دي ستايل عربيات احمد رمزي زمان في الافلام، كان بينط من الباب على طول يخش ساعات ما يفتحش الباب. عارف انت وحسن يوسف والممثلين الاشقياء دول. العربيه دي احنا لسه شاريينها من قريب، لسه ما صورتش معانا اي حاجه خالص. لسه بنحاول نوضب، لسه في بيبان ناقصه بنعملها، في فوانيس. طب انت شاريها منين اصلا؟ من عند واحد كان صاحب بابا وكانت مركونه عنده وهو خدها مني. يعني هي بتاعته اصلا وخلاص قرر انه يستغنى عنها فالوالد اخذها. الوالد خدها واحنا بنحاول نكملها عشان تبقى جاهزه للشغل. لان لازم طبعا نكمل العربيه. طب وانت هتكملها منين؟ يعني مثلا ابوابها او الحاجات دي هتجيبها منين؟ والله ربنا يكرم بقى معانا، السمكريه والصناعيه بيتعبوا معانا بصراحه. ممكن يفصلوا لها اللي يناسبها كده. بس انا بخش على النت طبعا، بساعد والدي في حاجات زي كده، بخش على النت اجيب صور العربيه بره بشكل بقى البيبان الاصلي كله، وابتدي بقى اديها للسمكري يبتدي يشغل يفصل عليها يعمل نفس الشكل بالظبط. يعني انت بتبقى دارس بقى، يعني بتدخل على النت فتدرس تاريخ كل عربيه، اجيب اخش اكتب اسم العربيه والموديل، اجيب الصور كلها بتاعتها واطبعها في الاستديو، واروح عند السمكري اللي شغال يشتغل بتاع النواكل، الحاجات اللي ناقصه تتعمل بحيث العربيه ترجع الشكل بتاعها هو. لكن لو الموتور بايظ او حاجه في العفشه او بتاع، دي سهله، بنشيل الموتور نحط موتور حديث. المهم اهم حاجه الشكل القديم من بره البادي من بره عشان التصوير. ما ينفعش اركب حاجه حديثه. وهي كده على الوانها البني لا عادي بنغير الوان، مفيش مشكله، حسب بنغير الوان كتير. ده سهل في البيت. في مخرج يجي، كل مخرج يجي عايز يغير اللون بنعمله له، مفيش مشكله. بس انا بتكلم ان هو الاشهر هي العربيات السوداء اللي بابها بيتفتح عكس. كان زمان اللون الاسود ده كان هو اكتر لون سائد. وبعد كده ابتدوا يعملوا الاحمر، كان الملكيه بس. ليه بقى؟ كان الملك فاروق العربيه الحمراء كان ماشي مره بالعربيه سوداء عادي، وفي عربيه قطعت عليه الطريق وكان هيعمل حادثه. فمن ساعه الموقف دوت وهم خصصوا لون للملكيه، لما انت تشوف اللون ده تهدي خلاص، ابعد من خط احمر. الملك فاروق عدي. طيب الوالد كلمني على ان العربيات القديمه والاتوبيسات والنقل القديمه دي من حاجات مخلفات الجيش. لطات. تمام. هتعمل فيها ايه؟ هعملها ازاي دي؟ يعني انا شايفه العربيه قدامي ميته. انت عارفه يعني عشان مثلا نشد عربيه زي دي ممكن تقعد سنتين 3. لا بجد؟ والله السمكري ممكن يقعد مثلا 5 6 شهور، بعد كده بقى نشوف قصه الميكانيكا والفرش والنواكل، تاخد وقت من السمكري اللي بيشتغل معاك يعني حد كده قديم مثلا حد من سن بابا ولا لا بتوع اليومين دول ما يعرفوش؟ لا خالص، ما يعرفوش يشتغلوا اصلا في العربيات دي. لازم حد من بتوع زمان، لان بصي الصاج نفسه تقيل. هم اليومين دول واخد على اخلع وركب وهات لي رفرف هات لي باب، لا مفيش الكلام ده، احنا بنفصل. وكليبسات تتركب وفي احنا مفيش رفارف، مفيش بيبان، مفيش حاجات دي بتتباع. لازم كل ده يرجعه زي ما كان. فما كانش سمكري ما عنده صبر. لا ده قاعد بقى واحده عشان يشتغل في العربيات لازم يكون عنده صبر كمان. طب واللي هناك دي بص اللي ورا دي على طول الدركسيون الناحيه الثانيه اصلا. الدركسيون يمين. دي عربيه ايه؟ ايطالي؟ دي عربيه فيات. يعني موديل 1918. بس ايه يعني ايطالي صح؟ هم اللي بيسوقوا عكس دول مش زي لا هو كان معظم العكس بينزل زمان في العربيات الانجليزي. الاوستون والستاندر والعربيات الانجليزي دي كانت بتنزل يمين. انت عرفت ازاي الماركات القديمه دي؟ ما انا بقول بتسمع من الوالد ولا بحثك انت؟ انا شفت العربيات دي، اتولدت لقيت العربيات دي موجوده واتعلمت عليها وشفتها، ومن كتر دخولي على النت احنا ممكن نقرب منها شويه. من كتر دخولي على النت بخش اشوف الصور كمان، بعرف الموديلات يعني في عربيات كتير انا عارف شكلها وهي مش عندنا. بس العربيه دي كبيره. يعني دي 7 راكب. تمام. كابورليه ليها كمان صالون مرتاح. عشان في كرسيين بيتفتحوا ورا هنا. يا سلام. في واحد هنا، في واحد تاني الناحيه الثانيه. لا بس ده الباب موضوع اصلا. ما انا بقول لك بصي خشب، لو انت تلاحظي القديم قوي ده خشب مش صاج. تصدق؟ واتكسى بعد كده صاج. ان دي برضو من اوائل العربيات اللي كانت بتتصنع، دي سنه 18 1918. وفتيس وكل الدنيا طبعا يعني زي اي عربيه عاديه. دي بقى العزيزه علينا. دي بقى دي عربيه. دي موديل كام الاول؟ دي عربيه شيفروليه امبالا موديل 75. دي كانت بتاعه السادات، بس بتاعه الرئاسه مش بتاعته الشخصيه. كان هو بيركبها وهو خارج من القصر ورايح وبتاع، لو في تشريفات او زيارات او حاجات كده، مش عربيه شخصيه. فدي كانت بتاعه الرئاسه. فدي الحاج واحد صاحبه كان خرجها من جوه لواء من جوه الرئاسه وهو خدها منه. اخدتها من فتره؟ بقى لها معانا فتره. تعملها كام؟ او وقتها اشتريتها بكام؟ لا مش عارف، الحاج بقى هو الحاج هو اللي معاه الحسابات، هو اللي بيشتري. وازاز بقى طبعا يعني ضد الرصاص والحاجات دي صح؟ لا الازاز بتاعها عادي. ايه الباب؟ بص الباب اصلا قد ايه؟ ما هي رياسه بقى. شغل. وبعدين زمان كان الحديد ببلاش. فبراحتهم يعني. بس عارف لما تحس انه السادات كان قاعد هنا حاجه برضو يعني
اتفضلي. والمخدع كمان بتاعه اللي كان بيسند عليه موجود. وحزام امان وبتاع كله. لا بص ده انا عايز اقول لك ان انا مش قادره اقفل الباب. يعني العربيه دي موديل 75 اوتوماتيك باور. اوتوماتيك وباور وتكييف. هو كان طلع الاوتوماتيك وقتها؟ اوتوماتيك من بس عايز اقول لك انا ما كنتش قادره اقفل الباب فعلا، الباب هو تقيل. كان الحديد زمان ببلاش بقى، مفيش غير دلوقتي خالص. طيب العربيه دي لما خدتها كانت على حالتها ولا كنت محتاج انك توضب فيها حاجات؟ لا العربيه احنا واخدينها هي يا دوب خدت وش بوهيه بره بس. مفيش اي حاجه فيها متعدله. بس بص الفتيس فين؟ ده الفتيس جنب الدركسيون. هو اوتوماتيك مش مانيوال. اوتوماتيك زمان كان بينزل في الدركسيون مش في الارضي. مش الاوتوماتيك ده اللي هو زي بتاعنا الايام ايوه زي بتاع، لا بس الايام دي نازل ارضي. لا زمان كان بينزل في الفتيس. تنزلي بينه درجات لتحت، يعني بتدوسي على العصايه وتنزلي بيها لتحت بس. لا حلوه قوي. ودي بقى لا بص، لا دول حكايه. دول حكايه. ايه بقى؟ مش المفروض ان العربيات دي بيجرها حصان؟ العربيات دي بيركب لها خيل، ما تمشيش الا بخيل فعلا. دي حناطير. الحناطير دي الحاج كان جايبها. دي عربيات ملكيه برضه؟ دي حناطير ملكيه اللي هي بقى كانت ايام الخديوي بقى اسماعيل ده انت ده تراث. الحناطير دي كانت جايه فيها شويه شغل وكان فيها خشب بايظ وحاجات وبتاع، واحنا ابتدينا نرجعها زي ما كانت. يعني بس انا ملاحظه ان انت محافظ على الفرش زي ما هو يعني. أيوة يعني بنجدد الحاجات دي. المسامير معلش ينفع اطلع كده؟ اتفضلي. بتفتح بقى. ايوه اتفضلي. لا وانت بص يعني كمان ايه؟ لا وبعدين يعني طب المسامير دي جبتها منين حتى اللي انت مقفل بيها دي؟ ما هو بقى بتاع الفرش اللي هو عامل الحنطور، وبابا بيجيب له بقى الحاجات القديمه اللي هو بيبقى محتاجها. ما تيجي نقعد هنا شويه طيب تحس انها مريحه كده. يعني دي كانت عربيه خديوي دي كانت زمان ما كانش بيركبها الرجاله. ايام بقى الخديوي عربيتك اتفضل. كانت ايام الخديوي بقى والملك فاروق. انا عايزه ما عندكش عربيه من اللي بابها بيفتح بالعكس؟ عربيه من اهي في عندي عربيه رولز رويس موديل 36 اللي هناك دي. ايوه دي بابها بيتفتح عكس. الناس بتركب ازاي؟ انا طول الوقت بحس بحيره يعني. هيعملوا ايه؟ هيركبوا ازاي؟ ما هو كانوا واخدين على كده بقى زمان. كانت معظم العربيات اصلا بتنزل كده. والعربيه دي مكشوفه كده هي اصلا كان بيبقى في حناطير مقفوله وفي حاجات مكشوفه. دي مكشوفه حاجات. في بقى حاجات تانية عندي مقفوله ورا. المقفول بقى كان بيركب فيها الستات زمان عشان ما ينفعش ان هم يظهروا. دي بقى كانت عادي بقى الملك يركب بتاع عادي. طب تفتكر في صغرك وانت بتروح مع بابا اللوكيشن كان مين الفنانين اللي انت قابلتهم او اللي اشتروا مثلا عربيات منتي من عند بابا يعني؟ بصي هو في ناس بتحب العربيات القديمه قوي. اصل انا هقول لك حاجه يعني سوري ان انا قاطعتك بس فوق والدك عامل متحف صور الفنانين الابيض واسود، الامارات بتوع السينما والامارات بتوع الناس دي. انا ما حضرتهمش والله. يعني انا يعني كان نفسي ان انا اتقابل مع الناس ديت. الناس دي فعلا كانت بتقدم فن جميل. مين انت بتقولي في ناس هاويه او غاويه العربيات القديمه؟ دكتور عزت ابو عوف بيعشق العربيات القديمه. مش عايزه اقول لك ان انا كل ما بخش لوكيشن بعربيه جديده لازم يقلبها جوه وبره ويركب العربيه وياخد بيها لفه. بيحب العربيات القديمه جدا. طب بص انا عايزه اركب العربيه اللي بابا بيتفتح بعكس دي عشان ايه؟ انا مش فاهمه ازاي اللي ممكن تحصل يعني. لكن العربيه المكشوفه دي اللي احنا كنا فيها دلوقتي ممكن يركبها رجاله او ستات ولا هي رجاله بس؟ لا دلوقتي عادي. زمان كمان. لا دي اقصد دي وقتها يعني. لا وقتها كانت رجاله. الستات كانوا بيركبوا في المقفول. الستات عشان ممنوع بقى حد يشوفهم، اللي كان بيبقى تبع الاسره الملكيه وكده. مش ناس عاديين اللي كانوا بيركبوا. دي حلوه قوي. دي ايه بقى؟ كانت من افخم العربيات اللي بتنزل زمان. كانت اغلى عربيات موجوده ساعتها. تيجي بقى للملوك للشخصيات المهمه. دي عربيه روز رايز موديل 36. العجل سلك، الجنط بتاعه زي تحس ان هو عامل زي العجله اللي بيتربط بصاموله واحده بس. مش زي العجل بتاعنا بقى نقعد نربط. هي صاموله واحده بتمسك العجله كلها. هي دي ماسكه كله. بص الفانوس اصلا. الفانوس والعلامه. لا ده العلامه دي العلامه دي فضه. فضه. العربيات دي كانت بتنزل سبيشال اوردر. يعني كل واحد وهي اصلا كانت بتعمل يدوي. كانتش يعني بتنزل بالطلب. ما كانش ليها سعر ثابت بقى. يعني انت بتطلبي سبيشال اوردر بتاعك. في ناس كانت تطلب الامبير العدادات بتاعته ذهب والفصوص بتاعت الارقام الماظ وريداتير فضه. ريداتير على حسب بقى كل واحد بيطلب المواصفات الخاصه بتاعته بيحدد سعر العربيه عليه. وتحدد بعد كده حضرتك هتشتريها بكام. ما هو المصنع بيقول لك هتكلف كام قبل ما يعملها. لا وبص اصلا السحبه دي بتاعت العتب. لا ده الرفرف خلي بالك. ده الرفرف كله لحد ورا. الرفرف ده بتاع قدام هو واخد كل ده كله حته واحده صح؟ مقابل بعد كده رابط في الرفرف اللي ورا. ايوه هو الباب العكس. عكس اعكاس ده انا مش فاهماه من زمان. مش عارفه يعني الناس تركب ازاي. ايوه استنى انا ايه هلاقي لي عدله. ايوه
الحياه جوه مختلفه. طبعا تمام. اقول لك ان انا دخلت في العصر خلاص. انا كده في الفتره دي موديل حضرتك قلت موديل 36. تمام. بفرشها ده هو اللي حضرتك عملت فيه شغل؟ لا، الفرش كان فيه شويه شغل فعملنا لها فرش بس. لكن كل حاجه فيها بتاعتها. الطابلون دوت خشب ابانوس بتاعها. يا جماله يا جماله. ايه ده مفتاح. وعندك بقى الهوايه دي بتترفع كده ترفع الازاز. يا سيدي يا سيدي. تمام. كل ما بترفعي بترفع معاكي الازاز. والدركسيون ده بتاعها. امال ايه الزرار ده الانوار بقى. يا لا ده زمن تاني. لا وبتدور يعني. بصي لما تيجي تدوريها بتبقي فاتحه كونتاكي كده ودايسه على الزرار الستارت دوت. ده اللي بيدور. يعني المفتاح تفتحي الكونتاك بس بالمفتاح. بس دوسي على زرار الستارت هو اللي يدور. هو ده الباور بتاعها. ده طب والباب اللطيف ده؟ بصي بقى. الباب ده فيه 3 أكر مش 2. تمام. ده بتاع وبرده بص. طب استنى، ده خشب الاول كمان وبعد كده تركب عليه الصاج. لا ده خشب. ده فوق الصاج. ده خشب ابانوس. خلاص بقى بينزلوا صاج. صاج اهو. خلاص بقى فصلوا الخشب. دخلنا في مرحله الصاج بقى. ايوه بس التقفيلات من هنا كلها خشب اهي. لا ده معمول ليها فوق الصاج عشان يديها منظر ديكور. العربيات دي بقول لك كانت تحفه. كانت من اغلى العربيات ساعتها. لا وانت كمان بتقول سبيشال اوردر او يعني انه الناس طالبه بمواصفات خاصه. فالاكره دي بتاعت الازاز الاولانيه دي. ودي طبعا بتاعت الباب. دي بقى بتاعت الشراعه. يعني الشراعه نفسها بتفتح باكره. ايه الدلع ده؟ لا الناس زمان كانت رايقه غير دلوقتي. لا وفي فتحه سقف؟ في فتحه سقف. تفتحي الاكره ديت وتزقي السقف اللي ورا بيفتح معاكي. بس انا عشان مش قاعد جوه مش هقدر. لا بس كمان الصالون حلو قوي يعني. بتبقى عربيات زمان كانت واسعه غير كمان من غيرها. عملت فيها ايه بقى العربيه دي حضرتك؟ العربيه دي بقى ليها قصه في الشراء الاول. عم اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه يعني عمده الدراما المصريه الجميل بتاعنا. كان بيعمل مسلسل اسمه البار الغربي في سنه 2001 على ما اعتقد. كان المفروض ان رغده في المسلسل طالعه غنيه جدا. فكان عايز لها عربيه شيك قوي. فطلب من بابا يشتري له عربيه رولز رويس عشان يشتغل بيها المسلسل. يشتريها. قال له انا عايز عربيه رولز رويس اشتغل بيها. قعد بقى بابا يدور عند اصحابه وحبايبه ويلف ويروح لحد ما جاب العربيه دي عشان نعمل بيها. طب استنى يا ايمن، هو في سوق اصلا العربيات دي؟ لا مش في سوق. يعني كلها معتمده على ان الوالد مثلا يعرف في ناس قديمه بقى بتاعت زمان بقى في الفيلل القديمه. حد كان عنده عربيه مركونه بتاعت والده وعزيز عليها مش عايز يبيعها مش عارف. فاحنا طبعا عشان بابا في الموضوع بقاله كتير. فعارف بقى فلان عنده عربيه محتفظ بيها لنفسه. فلان عنده عربيه كانت بتاعت والده مش عايز يبيعها. لما بيعوز حاجه معينه زي كده بيبتدي بقى يروح طب تديهاني اجرها طيب وارجعها لك تاني. طب لا مفاوضات بقى. طب ممكن اشتريها. ممكن يلف على العربيه 3-4 سنين لحد ما ياخدها. ويدنه يكلم صاحبها ويلح عليه. طب لو فكرت تبيع انا شاري كده. والوالد اشتراها للحاج اسماعيل الله يرحمه. اشتراها عملنا بيها مسلسل البار الغربي. كانت بتركبها رغده. وكان معانا برضو دكتور عايز طبعوف بيركب عربيه جاكوار كابورليه مكشوفه جامده دي. فكان مسلسل جميل بصراحه. لا حلو قوي. انا بقى لما مسكت الشغل بقى عملت بيها مسلسل ليلى مراد. اللي هو كانت بتركبها صفاء سلطان. طبعا بقى هي شخصيه ليلى مراد. جت تسوق بقى العربيه مش عارفه. فجي بقى المخرج دكتور محمد زهير رجب قال لي ايمن علمها عليها السواقه. هي سواقتها غير يعني مش دواسات وبتاع. بص اقول لحضرتك حاجه. زمان كانت الفرامل نظام تياش حديد بتخش في بعض. فعشان تفرملي العربيه لازم تدوسي قبلها بحوالي 3-4 متر عشان تبتدي تهدي وتهدي كمان مش تقف. يعني مش فرامل تقف. ده محتاجه مسافه. دريكسيون تقيل جدا. مفيش بقى باور مفيش الكلام بتاع دلوقتي. طبعا خدت استاذ صفاء سلطان حاولت اعلمها السواقه. حسيت ان الموضوع صعب بالنسبه لها. ايوه اصل فاكر يا ايمن الافلام القديمه تلاقي عماد حمدي عمال يعمل كده تحس ان في حرب بتحصل. فعلا. فقالت له انا مش هقدر اسوقها. فقال لي خلاص يا ايمن انت سوق العربيه طول المسلسل ليها. يعني انت خلاص خليك انت السواق بتاعها طول المسلسل. وهي بتبقى راكبه ورا. يعني لو شفتي حتى اي حلقه في مسلسل ليلى مراد هتلاقي هي راكبه ورا ما بتسوق. دخلت انت بقى الدراما. ما فكرتش تمثل صحيح؟ لا والله بصي عشان امثل هبقى عملت مشكله في شغلي. لان انا ببقى مركز هنا. مركز في العمل. يعني اول ما نزلت الشغل نزلت مع استاذ جمال عبد الحميد. ده يعني من اكتر المخرجين احب الى قلبي. هو علمني الشغل. علمني ازاي اقف في اللوكيشن. ايمن عارف العربيه دي بتفكرني بايه؟ بتفكرني بالتاكسي الانجليزي. حتى في تاكسيات موجوده لحد النهارده بره بس هي مش نفس الشكل بس هي بتوحي الستايل القديم. وابتدى ينزل منها عندنا هنا كمان. أيوة في المطارات. في المطارات في الاقصر شغاله كتير قوي. بس الثانيه كان بيبقى فيها يعني فاصل ازاز كده. الفاصل ده ابتدى ينزل بقى
في العربيات الفخمه قوي اللي زي دي يعني انا عندي عربيه رولز رويس فيها فاصل ازاز في النص والازاز بيبقى كاتم من الصوت علشان لما حد يتكلم ورا كلامه السواق ما يسمعش. ممكن يتكلم في اقصاء في حاجه خصوصيه في اسرار في حاجه. طب دلوقتي لو انا عايزه اقول للسواق ان احنا مثلا مكاننا هنا هيسمعني ازاي؟ نزلي الازاز قولي له ارفعي تاني عادي. ما الازاز دي اكره بينزل وبيطلع وكان في منه اوتوماتيك. ده الاوتوماتيك بادئ من بدري. لا ابتدى في اواخر الخمسينات. بس انت بتقولي اوتوماتيك غير اللي احنا عارفينه دلوقتي. اكيد دي مش اوتوماتيك بقى. لا ده دي اول حاجه خالص بقى، دي قبل العربيات. دي طبعا حصان. ما ينفعش فيها حاجه. شكرا ده الاكره ماشي. ده الايه؟ طيب ايه بقى؟ افتحي بقى الباب. طب ما تقولي من الاول ايه الموضوع؟ ده حنطور ملكي. تمام. كان ايام الخديوي اسماعيل. ده طبعا كله خشب. ومن جوه بقى حاجه ملكيه جدا بقى، شغل بقى فرشه قطيفه اصلا عامله ازاي؟ الحنطور ده بقى ليه قصه جميله. كانوا بيعملوا مسلسل بوابه الحلواني تمام، وما عرفوش يجيبوا حنطور يصوروا بيه. راحوا القلعه ما عرفوش. تعالي بس نخش جوه كده. طيب انت قلت لي ان ده الستات اللي بتركبه صح؟ ده كان زمان عشان الملوك وكده كان الستات بتاعتهم المفروض ما تبانش. فكانوا بيركبوا المقفول. كانوا بيلبسوا اليشمك والحاجات دي. الله لا لازم نقعد وتحكي لي جوه الموضوع. تعالى بقى. من الستاير الحلوه اللطيفه دي من وقتها ولا انتم مجددينها؟ لا مجددينها طبعا، مش هتقعد من وقتها، بس عاملين نفس الشكل بالظبط بنفس القطيفه اللي كانت موجوده بنفس الالوان. تمام. الحنطور ده بقى كله خشب كده زي ما انت شايفه. ده من سنه؟ ده 1800 وشويه بقى، قبل العربيات خالص. تمام. وكان برضو التبطين ده موجود؟ وانا بقول لك نفس اللي بالظبط اللي كان موجود احنا جددناه بس. تمام. بصي بقى هنا بقى عشان نهوي في التهويه الوحيده هنا الازاز دوت. يتفتح كده وينزل كده. ما كانش فيه بقى اوكر بقى لسه ما عملوش. ده شنكل وبتاع. حاجات بسيطه بس لذيذه يعني. قلت لي هتحكي لي على تاريخ العربيه دي. الحنطور ده بقى كانوا بيعملوا مسلسل بابا الحلواني. كنت انا صغير طبعا. انا اتحكى لي القصه من بابا. ما حضرتهاش كنت صغير يعني مش مدرك قوي. فجم يعملوا مسلسل بابا الحلواني فعايزين حناطير ملكي. فجابوا تصريح عشان يروحوا ياخدوا من القلعه. في المتحف جوه في حناطير بتاعت الخديوي والحاجات جوه ما رضيوش يطلعوا لهم. خافوا على الحناطير اللي تتبهدل ان هي خشب. فالمسلسل وقف 6 شهور لحد لما بابا جاب حنطور وابتدى يوضبه. طب بابا جابه منين اصلا؟ قعد يلف ولحد ما لقاه ما اعرفش فين. بابا بيسافر احيانا يعني بيسافر. لا يروح الصعيد يروح هنا مفيش مشكله خالص. لا بس حد كلمه عندي عربيه كذا بيروح. لا بس بره مصر يعني ممكن يسمع مثلا ان في حته زي دي مثلا في امريكا مثلا. بره مصر ممنوع دخول وخروج العربيات القديمه دي. انت عارفه العربيات القديمه دي هنا تعتبر تراث. لا ممنوع خروجها بره البلد. فبيدور هنا. يروح الصعيد يروح الارياف يروح يسافر بورسعيد اسماعيليه اسكندريه على حسب حد بس يكلمه. اي حد قال له انا عندي عربيه قديمه يروح على طول ما بيستناش. الولد مشهور بقى في الحكايه دي في المنطقه دي. طبعا هو اشهر واحد يعتبر يعني هو اكتر واحد عنده عربيات قديمه في مصر. يعني في حد خارج الوسط الفني بيسمع عن الوالد محطات مثلا حابه تصور معاه لانه حاجات كتير. الراجل ده تاريخ يعني كتير وعمل ده. حتى في ناس المان تبع قناه الBBC عملوا يعني زي حاجه كده عن يعني هي قصه حياته بس حاجه مصغره اللي هو من بدايه شغله لحد الوقت اللي هو كان فيه ساعتها. قعدوا حوالي 20 يوم يصوروا في مصر هنا وراحوا معاه تصوير راحوا معاه الوكاله وبيشتري اكسوار راحوا معاه وبيشتري عربيه واتفرجوا بيشتري العربيه ازاي واجروا طياره وراحوا صوروه من الهرم وهو ماشي بالعربيه واجروا سينما وجابوا مشهد من مثلا هو طالع فيه فيلم واصحابه بقى قاعدين في السينما بيتفرجوا عليه. يعني شغلوا فيلم سمع هوس كان طالع هو في مشهد وقعدوا يتفرجوا بقى على المشهد. لا صرفوا وعملوا ايوه صح. سمع هوس كان حسن كامي كان راكب حاجه وبعد ما سافروا المانيا بعتوا له نسخه من البرنامج بتاعه دي. جميله قوي. حاجه جميله طبعا يعني حاجه مشرفه. طيب انت في عربيه زي دي يعني تاخد منك وقت قد ايه انك تلاقي القطيفه دي انك طبعا اكيد انت قلت لي انك بتبص على كتالوجات عشان تجيب نفس الالوان. اهم حاجه الصناعيه. انت جبتي الخامه ما انا بقول لك جبتي الخامه خلاص يعني لفينا وجبنا الخامه. الصناعي بقى اللي يعمل لك الفينش دوت بالمنظر اللي انت شايفاه ده لازم تعملي فينش ملوكي. ما ينفعش تعملي فينش عادي. يعني ما ينفعش اروح اجيب الخامات ديت وفي الاخر الاقي الشكل مش لذيذ. الحاجات دي متامن عليها يا ايمن؟ لا انتوا عندكم كام؟
عارف بقول لك ده ليه؟ فاكر من سنتين تقريبا او اقل لما حصل الحريق ده في استوديو مصر، فاكر؟ في حاجات كتيره راحت. فحاجه يعني كانت توجع القلب. مفيش حد يقدر الحاجات دي عشان يعني يعرف اصلا هيبقى تامين. بيني وبينك تتقدر بكام دي اصلا؟ مفيش. اصلا الواحد عنده عربيه قديمه النهارده بيبيع بمزاجه، مفيش سعر محدد. انا شايف العربيه دي في وجهه نظري تستاهل قد كذا، بقول انا عايز فيها قد كذا. بس المفروض انه كل ما العربيات دي بالذات بتقدم ثمنها بيغلى، مش زي عربياتنا التعبانه بتاعت الايام دي. لا وتلاقي دايما العربيه اقدم شكلها احلى، يعني كل ما ترجعي ورا تلاقي يعني الحنطور اهو تحسي ان هو تحفه عن العربيه كمان. لا واقول لك على حاجه غريبه، احنا فاتحين شباك واحد بس والمفروض ان العربيه يعني صغنطوطه ومتقفله، لكن الجو حلو. ايه الناس دي كانت عامله ايه؟ لا الناس بتفكر يعني ازاي تشغل دماغها، بتعمل حاجات شكلها تحفه يعني. لحد النهارده الحاجات دي يعني لما بمشي في عربيه زي دي في الشارع مثلا الناس كلها بتتفرج عليا، الناس كلها عايزه تتصور معاك. واللي يقول لك عايز اشتري، وفي تلاقي حد اتريق، وتلاقي كل يعني بتقابلي حاجات كتير طول ما انت ماشيه. بس انت قلت لي انه يعني عربيه زي كده عشان تنزل بقى لوكيشن تصوير مثلا في سينما، في حته بعيده او دراما تلفزيونيه او كده، المساله متعبه. انت تقول لي ونش بيشيل ونش بيشيل. انا عشان احافظ على الحاجه دي مفيش اكسسوار. يعني عربيه زي كده عشان تطلع بقى ايه حدوتتها عشان تطلع في لوكيشن تصوير مثلا في اكتوبر مثلا ولا في اسكندريه ولا طبعا قبل الوناش ما تنزل بقى، الوناش دي لسه نازله بقى لها مثلا بتاع 10 او 8 سنين تقريبا. الونش اللي هو بيشيل العربيات الانقاذ دي؟ ايوه كان قبليه بقى مفيش ونش انقاذ، كنا بنجيب بقى عربيه نقل ونعمل رمبين حديد كده عاملينهم عندنا احنا، نطلع عليهم الحاجه. يعني زي السقاله كده، رمب كده يعني زي شاسيهين حديد كده كبار، بيطلع عليهم العربيه او الحنطور او الحاجه، ونوديها مكان التصوير تنزل ونصور ونحطها تاني ترجع. ما تمشيش على الارض. لا هو احنا ما حافظناش على الحاجات دي مش هنكمل بيها شغل. ومفيش اكسسوار ولا في كاوتش ولا في اي حاجه. صح. فلازم عشان نكمل الشغل والمسلسلات والدنيا اللي احنا فيها ما ينفعش ان احنا نهلك. في مدينه الانتاج بتاعي بتبقى الدنيا موفره أسهل. شويه لسبب احنا معظم الشغل القديم جوه مدينه الانتاج الاعلامي. في الاحياء اللي هناك. فالمدينه عملت لنا جراج جوه، حطينا فيه العربيات بتاعتنا اللي هي جاهزه للشغل هناك. يعني لو جيتي هتلاقي شويه عربيات جميله جدا. انت عندك ايه هناك؟ في عربيات كتير قوي، يعني في عربيات جيش، شرطه، اسعاف، في عربيات ملاكي مكشوف مقفول كتير، ابتداء بقى من سنه مثلا الثلاثينات لحد اواخر الستينات. عشان بقى حسب كل مسلسل طبعا بيجي بقى ليه حدث معين، ليه سنه معينه، ما ينفعش نجيب حاجه مش نفس الموديل. انا سعيده بالجو ده قوي، واحنا قعدنا كده في عربيه السيدات دي شويه. طب استنى، هي مش سيدات بالظبط، يعني هي كانت ايام الملك ما ينفعش ان الست تظهر لحد، فكانوا بيقعدوهم في المقفول. لكن ممكن عادي الملك يركب معاها عادي، مفيش مشكله. لا بس هو الستات ما كانش ينفع تركب المكشوف زمان. اللي بيسوق بقى هتسمعه ازاي؟ ما الدنيا متقفله ولا هنا مفتوحه عليه؟ لا ما هي اصلا ما هي راكبه رايحه مكان معين. يعني هو عارف سكته. زمان مش زي دلوقتي بتروحي المحل ده تشتري مش عارف ايه وتقفي عند. لا زمان كانت الاماكن معروفه، هو طالع من القصر الجمهوري مثلا او من القصر الملكي رايح في حته معينه، السواق واخد اوردر ان هو يروح في الحته المعينه، خلاص بيروح بيقف. العربيه دي تختلف عن الثانيه اللي بعدها؟ قريبه منها في الشكل بس يعني تقريبا زيها من جوه شويه يعني. ممكن برضه نبص عليها. يلا بينا. ايمن دي تختلف في ايه عن اللي كنا راكبينها؟ دي بتختلف في الشكل من بره. تحس ان دي ديزاين تاني، لكن جوه تقريبا نفس الديزاين بتاع الفرش، لكن من بره بس العربيه نفسها هي اللي مختلفه. طب لا صعب عليكي. طيب ده صعب عليا. انت بتطلع انت ازاي؟ هجيب لك حاجه هوريك انا هطلع ازاي. طيب سلم. ماشي. طب انا هطلع على السلم، انا عايزه اعرف انت هتطلع ازاي. هطلع انا بعديكي من غير السلم. طيب استنى كده. ممكن هنا اوكي. حطي رجلك هنا وبعد كده هناك. اوبا يا سلام. لا لطيفه جدا، لطيفه احنا بقى بنطلع كده على ده. بعد كده بنمسك كده وبنطلع كده. بس العربيه دي خفيفه على فكره. يعني بتتحرك وبتاع. ايوه ما هي خشب عشان حصان. لا تصدق هنا الصوره هنا الطف. لازم تبقى خفيفه. ايه بقى العربيه دي؟ انت بتقولي بس ان الاختلاف في شكل البادي اللي هو من بره. بس نفس الفوانيس تقريبا، نفس هي نفس الفوانيس، بس الديزاين من بره ده غير ده. كان زمان في حناطير فرنساوي، في حناطير انجليزي، وفي انجليزي وفرنساوي. ده يعني اللي هو نوع العربيه؟ لا كان في تصنيع فرنسي، هو نازل فرنساوي ونازل انجليزي ونازل الستايل كل حاجه ليها لا مش عارف.
الحاج بقى بس ده شكله انجليزي اللي احنا كنا فيه اللي هو العربيه الملكيه دي. ممكن دي شكلها فرنساوي كده خفيفه وصغنطوطه، بس دي نفس الفكره، نفس فكره اللي جوه الفرش كله مبطن. قطيفه برضو شغل ملكي وبتاع زي نفس النظام بالظبط. وهنا الحصان. حتى دي كنت شغال بيها في مسلسل الملك فاروق، كانت بتركبها استاذه وفاء عامر اللي هي كانت عامله الملكه نازلي. كانت بتركبها وكان ده الحنطور بتاعها في المسلسل. وهنا بيركب سواق ولا اتنين؟ لا سواق واحد بس. واحد كان في بقى الحرس بيقفوا ورا او ايوه انا بلاقي ناس واقفين دول مش دول حرس بيبقوا واقفين ورا. واقفين ورا وليهم مكان زي كده يقفوا عليه؟ ليهم بتبقى في نظام بيبقى نازل زي خشبه كده بيقفوا عليها وفي نظام كرسي زي ده بس مقلوب عشان يقعدوا يبقوا هم كاشفين. يعني شايفين بالعكس الاتجاه اللي ورا. ما هو السواق شايف كده وهم شايفين العكس. وكان في بينزل ده مع ده في اتجاه واحد كده. مش كله يعني. في الافلام القديمه الابيض واسود يعني زي العربيات اللي كده اللي شفناها الرولز رويس والحاجات دي، في العتب اللي تحت ده كنت تلاقي العساكر او اللي هو اسمه ايه كونستابل ولا اسمه ايه حاجه كده تلاقيه راكب على العتب ده. هو كان مكانه كده ولا هو كده زي ما انت شايف يعني العتب ده دوره بيقف ويمسك في الباب وعادي. انت كنت بتحكي لي على الحاج اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه وحكيت لي كمان ان انت قابلت استاذ جمال عبد الحميد. استاذ جمال عبد الحميد اول ما خلصت كليه خالص نازل بقى شغل بقى مع والدي خلاص، هو نازل امسك شغل مش نازل. الاول كنت بنزل اتفرج انزل يوم اوردر كده ابقى ماسكه، لكن انزل امسك مسلسل من اوله لاخره دي كانت اول حاجه بقى اللي هو انت داخله مرحله عايزه حد يقف جنبك. بتمسك مسلسل ازاي؟ بمسك مسلسل ازاي؟ استاذ جمال عبد الحميد كان بيحضر مسلسل اسمه بنت من شبرا 2004 سنه 2004 ليلى علوي. اتصل بيا استاذ محمد زين، رحت قعدت مع استاذ جمال عبد الحميد. طبعا هو كان عارفني من وانا صغير فايه قلت له انا مع حضرتك في المسلسل، قال لي تمام اقعد بقى جنبي. طلع يعملوا هم تفريغ للعربيات، كل ممثل هيحتاجوا ايه كل ممثل هيركب عربيه تبقى رابور عادي وعاملين ليها تفريغ بالموديل بتاعها بكل حاجه. قعدنا بقى بص على الكتالوجات بتاعت العربيات، لقينا انت عندك كتالوجاتك طبعا ولقينا العربيات كلها بتاعت الرابورات بتاعت الممثلين تمام. وكتب لي ورقه انا عايز كذا كذا. لا كتب لي ورقه بقى العربيه الفلانيه خلاص، هو خلاص نقى العربيه عربيه كذا كذا بتاعت فلان، عربيه كذا كذا بتاعت، وعمل لي خانتين تاني في الورقه. واحده يتكتب فيها رقم العربيه والثانيه يتكتب فيها السواق اللي هيسوق. وقال لي الورقه دي معاك لحد اخر يوم في المسلسل، ضاعت ما اشوفكش في المسلسل تاني ما اشوفكش في اللوكيشن. استاذ جمال عبد الحميد حلاوته ان هو بيحب يعلم اللي قدامه، يعني بيحببه في الشغل، يعني بيعلمني ازاي اقف في اللوكيشن في شغلي. يعني اول يوم تصوير انا افتكر ليا فيه خارجي ندهلي قال لي ايمن طول ما انت معايا خارجي تقف جنبي وانا بشرح المشهد تسمعني بقول عربيه فلان هيجي بيها من هناك اوتوماتيك من غير ما اقول لك تكون العربيه هناك. الممثل ساق تكتب اسم السواق، تكتب الرقم اللي محطوط على العربيه ودول ما يتغيروش لحد اخر المسلسل. سواق ساق من عندك تكتب اسمه، ده كل لما العربيه تطلع ممكن تعدل انت حاجه جوه ده؟ عدل حاجه زي ايه؟ يعني مثلا تقول انه السواق مثلا في الفتره دي كان بيلبس لبس معين مثلا. لا طبعا ده شغل الستايلست. يعني مش بيبقى في معانا ناس متخصصين في الكلام دوت. معانا زي دكتوره ساميه عبد العزيز دي تعتبر يعني اكبر حد موجود دلوقتي في الملابس. طبعا دي فاهمه جدا، اشتغلت مسلسلات قديمه كتير جدا. معانا ايوه بس انت بتقولي انت كمان طلعت مع صفاء سلطان في ليلى مراد. ايوه طلعت كان ليك لبسك انت كمان. احنا معظم اللبس كان زمان بقى البدل والقمصان اللي هي والكاسيه ديت والنص ياقه والحاجات ديت والبريل الجميل ده. بس طبعا اللي بيحدد ده الملابس او الستايلست. استاذ جمال عبد الحميد بقى هو بقى قعدت معاه بقى كده لحد اخر المسلسل ده، قعدني جنبه ابص على المشهد، حبيت حببني في الشغل. انا عارفه انا بقيت اروح حتى لو يوم مش عندي شغل هو موجود لازم اروح اسلم عليه واقعد معاه شويه. لو دلوقتي بيعمل عمل حديث مودرن مش قديم لازم اروح اعدي عليه واسلم عليه واقعد معاه واقول له لازم اشتغل معاك في المسلسل. يعني لازم. مين غير استاذ جمال عبد الحميد؟ طبعا استاذ الكبير استاذ محمد فاضل، ده حد من الناس الجمال قوي بقى بتوع زمان، هادي فاهم كل حاجه كويس قوي. استاذ فاضل عنده مسلسل الشارع الجديد. اشتغلت معاه نفس الجو ده. انا اشتغلت معاه في مسلسل الشارع الجديد. واشتغلت معاه في مسلسل سنوات الحب والملح، ده كان اخر حاجه تقريبا معاه. كان بتاع مايكا ستيب فتحي عبد الوهاب. وطبعا استاذه انعام محمد علي. يا سلام. يعني دي دقيقه. طيب ما هو استاذه انعام عندها ام كلثوم. انا ما اشتغلتش ام كلثوم كنت صغير، اشتغلت معاها وحضرت قاسم امين وهي شغاله. انا اشتغلت معاها مسلسل دكتور مشرفه اللي هو دكتور مصطفى مشرفه. ده الوحيد اللي انا كنت مسكته معاها شغل. لان هي كانت بقى لها فتره ما بتعملش قديم، كنت انا ما اشتغلتش معاها، بس حضرت مسلسل
قاسم امين وهي بتصوره كنت بروح. معلش سامحني، يعني شايف انه الصناعه دي او المهنه دي معايشه وباقيه، ولا الناس لو بطلت تعمل مسلسلات قديمه يبقى خلاص؟ والله انا ما اعتقدش ان الناس هتبطل تعمل مسلسلات قديمه. الناس بتحن. بصي دايما لما يعني ايه مش في جديد دايما يرجعوا يعملوا حاجه قديمه، يعملوا شخصيه من الشخصيات القديمه بتاعت زمان. لازم. طب بما ان انت عندك عربيات في كل المراحل الزمنيه اللي مرينا عليها، انت بتقول لي عربيه هنا 1800 وشويه، دي 1800 وشويه، ما دي قبل العربيه. ما عندكش بالمره عجلات حربيه؟ يعني حاجات بقى فراعنه غلط. لا والله مش عندي، يعني دي اقدم حاجات عندي الحناطير حاليا. انت قلت لي ده 1800 اللي احنا كنا راكبين العربيه الملكيه، بيبقى 1800 وحاجه، ده نفس التاريخ تقريبا، نفس الفتره صح؟ الحناطير كلها كانت نازله في الوقت ده، ابتداء من تقريبا 1800 اواخر التسعينات ابتدت تنزل العربيات. يعني 1800 حاجه و90 ابتدت تنزل العربيات بقى، و1900 بس كانت العربيات قليله جدا. استنى عايز اسالك سؤال عشان محيرني، هو ايه العربيه اللي كانوا ينزلوا يلفوها من الجنب دي؟ دي منافله. بيعملوا ايه ده؟ بيعملوا ايه بقى؟ بطاريه نامت معاكي، مفيش بطاريه، ده منف بيحل محل، بيلف زي الموتور الدينامو كده. بيلف الموتور تقوم دايره، يديله باور كده، يعني زي البطاريه يقوم محل البطاريه مهمتها ان هي بتدي كهرباء عشان المارش يلف. هي بتلف بقى خلاص، المنافله بتلف طبيعي، مش محتاج البطاريه. الوالد قال لي انه عندكم عربيه اسماعيل ياسين. موجوده بس مش هنا في المدينه. مش هنا في المدينه. بس عندنا اللي هي بتاعت كبير رحميه جبري دي اللي هي المكشوفه دي. لا بجد. في العربيه الشهيره بتاعت عبد السلام النابلسي دي اللي هي ابو 3 عجلات، موجوده، وعزه بتاعت فيلم عليه هربت. العربيه دي يعني اكتر مشهد كنت حزين عليها. دي نزلت في النيل او في ميه او في حاجه، يبوظها ده ايمن صح؟ بص فيها شويه حاجات بس يعني ظبطوها الحمد لله. بس الواحد كان يعني عارفه والمشهد بيتعمل كده كنت تحسي ان انت قلبك رايح معاه. ايمن بجد انتوا بتشتغلوا في حاجه جميله، وكفايه ان انتوا طول الوقت عايشين في زمن الفن الجميل اللي احنا بنقول عليه، انتوا عايشين في كنز ربنا يبارك فيه يا رب، ويبارك في الوالد ويديله الصحه والعمر. يا رب العالمين. انا تعبتك معايا، شكرا جزيلا. لا مفيش تعب والله، ده انتوا نورتونا. انا عايزه اقعد هنا شويه، سيبني هنا حبه في الزمن ده. حاضر. فرصه سعيده يا ايمن. الله يخليك، مع السلامه. بعد ما عشت زمن افلام السينما الابيض واسود احترت، احزن ولا افرح ولا احلم ولا ارضى بالواقع؟ في الاخر اتنحت.